خبز الثوم من ألذ السناك، الطريقة جدا سهلة، تابعوا الفيديو. أنا عندي راسين توم قصيتهم بالشكل اللي شايفينه، لفيتهم بورق الزبدة والقصدير. طبعا قبل ما ألفهم رشيتهم بشوية زيت زيتون. بتحطوهم بأي جاط أو صينية فرن، وعلى الفرن على درجة حرارة 200 ل 230 من فوق وتحت. عندي الصمون الفرنسي قصيته من النص وصار عندي بالشكل اللي شايفينه. استواء الثوم أخذ مني تقريبا ساعة ونص. هلا صار عندي بهالشكل، وراح أعصره وطالع الثوم المستوي منه، وبعد ما أجمعه كله بالزبدية. عندي تقريبا 3 معالق زبدة، وفيكم تستبدلوها بالسمن البلدي بيطلع ألذ. أنا ما كان عندي، ضفت عليه شوية ملح وفلفل أسود وخلطتهم سوا. ضفت هون بقدونس المفروم، أنا ضفت عليه كمية كبيرة، ممكن تضيفوا بس معلقة كافي، بس أنا حبيت زيده. وراح أدهن الخبزات بالخليط. خبزة الثوم كنا ناكله ونحن صغار بسوريا، بس بالخبز السوري بطريقة تانية. عن جد كانوا أهالينا يعملوا لنا إياها، كانت جدا لذيذة. بس هيك أنا شفتها هون حتى بالماركتات السويدية بيبيعوها، معناته حتى هن كانوا ياكلوها. المهم بعدين رشيت عليها شوية جبنة، وصاروا بالشكل اللي شايفينه. حطيته بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق وتحت، وصاروا جاهزين بعد قريب الربع ساعة. وصحة وألف هنا.